في البداية يا جدع لازم تعرف وتقتنع ان اغلب اغتيالات العالم بتحصل من هناك. اوعى تفكر تدخل المكان ده يا جدع. طبعا مسا خير عليك يا جدع. في البداية طبعا احب اشكركم على الدعم الحلو اللي انتوا عاملينه، وطبعا في شخص معين كده هتكلم عليه في الاخر هو تبعنا من العصابة. لو عملنا مسابقة قريب طبعا سبب ان هو بيشارك بيساعد على نشر القناة وجدع، وانا بحبه بصراحة. في البداية احب اقول لك بس اعمل لايك، اشترك، شير لو حبيت تشير، او ما تعملش لايك او ما تعملش شير واتفرج وانت ساكت. بداية الحوار يا جدع في 2014 كنت تعبان نفسيا، وفي الوقت ده كان في واحد صاحبي كان بتاع كمبيوتر زراير بقى وهاكر وحاجات من دي، كان خاربها، كان بيعمل حاجات رهيبة، كان بيجيب اكونتات ويجيب لنا حاجات غريبة ويخش في مواقع ايه ويجيب لنا رصيد ببلاش من الشركات، حاجات غريبة كده ربنا يمسيه بالخير. المهم انا الفترة دي كنت في حالة اكتئاب، فدقني دي طبعا كانت مش كده، كانت حاجه كده حلوه عملاقه. في الفتره دي ما كنتش بستعمل اي انترنت، ما بتفرجش على التلفزيون، ما بعملش اي حاجه. اكتئاب وصلني ان انا ممكن اعمل ايه عشان اشتغل اللي انا الحاجه اللي انا بحبها. قعدت 4 سنين في الحاله اللي انا مكتئب فيها دي. اديت الاضاءه يا جدع، نعرف ناخد وندي مع بعض. المهم صاحبي بقعد انا معاه على طول، فكنت بلاقي اجهزه شاشات كتير، بقعد اساله بيقول لي بعمل مصالح. قلت له ايوه، يعني انت بتعمل ايه؟ المصالح عباره عن ايه يعني؟ او المصالح دي بتمشي ازاي؟ فهمني. قال لي بعمل مصالح، مالكش دعوه انت بالحاجات دي، مش دنيتك او مش طريقه. وعمل لي كده اللي هو من المصح انك ما تعرفهاش. الطبيعي ان انا بقعد اتفرج على اللي هو بيعمله، بس يعني انا مش فاهم هو بيعمل ايه، بس انا قاعد بتفرج. يعني بيخش كده على مواقع كده غريبه ويشتري حاجات ويبيع في حاجات. حسيت ان في حاجه شمال في الموضوع بقى. الموضوع يعني قال لي ما هو دلوقتي انا شخص مجهول الهويه، او ما حدش يعرف انا فين او بعمل ايه. اكيد بيبقى في شركه وسيطه ويبقى عارف ده مين اللي شاري ومين اللي بايع وده رايح فين وجاي منين، فممكن اي حد يجيبك في ثانيه. قال لي لا، انا على براوزر، البراوزر ده بيخليك شخص خفي، بيخليك شخص مش معروف. دي اولا. ثانيا انا عامل اجهزه وعامل حاجات تغير الاي بيهات، المكان بتاع الكمبيوتر مثلا بدل ما هو مثلا القاهره سريلانكا، تخليك ما تعرفش مكان اللي انت بتدور عليه فين، وممكن يكون في مكان تاني خالص. انا الفضول بقى كلني بقى، انا بحب الحاجات دي خد بالك، واحب انا اخوة في الحاجات دي يا جدع. فدخلت على جهازه، هو كان قاعد جنبي وشايف انا بعمل ايه. قلت له انا هبص بس اشوف انت بتعمل ايه بالظبط، فسيب لي الماوس بقى والجهاز اللي انت قاعد عليه، اشوف انت بتعمل ايه. حبيت بقى اشوف الموضوع ده ماشي ازاي. مسكت الماوس قعدت اشوف، لقيته انترنت عادي مفيش فيه حاجه، ما حسيتش ان في حاجه غريبه. بس اجي اكتب جوجل ما الاقيش جوجل بيطلع. انا متعود ان انا اخش على طول اكتب جوجل الاقي جوجل طلع، اكتب السيرش اللي انا عايزه او الحاجه اللي انا عايزها، لكن ده مفيش جوجل. يقول لي اعمل ريفرش تاني، وبعد كده دوس. انا افتكر كنترول شيفت الت اف 5، جيت ادوسهم كده مع بعض لقيت قشطه عادي، الدنيا حلوه. لقيت جوجل كاتب اللي انا عايزه، ظهر بقى جوجل قدامي، كتبت فيسبوك، كتبت تويتر، كتبت انستجرام، يوتيوب، كل ده ظهر معايا. انا وقتها كان معايا موبايل اندرويد كده صغير حلو، كان نوعه ايه والله ما فاكر، كان غريب النوع والشكل كده شكله، بس كان بيفتح واتساب والحاجات دي. المهم دخلت لقيت الدنيا تمام الكلام ده كله. وفي نفس اليوم بالليل ساعة كنا احنا عادي بنسهر يعني زي اي شباب، فبنسهر براحتنا يعني، بنسهر طول الليل، بنقعد نلعب لعبة او بنتفرج على فيلم، افلام عادية، نقعد نلعب. كان هو يجيب فلوس حلوة كتير بغباء، معرفش هو بيجيبها منين. فلقيته فتح موقع اسمه سلاير هيتمان، فانا مش عارف، فانا بحب دايما انخور في الحاجة اللي انا مش عارف. فلقيت اسم هيتمان، فانا عارف لعبة هيتمان، فانا بحب لعبة هيتمان. فبسأل صاحبي بقول له هو ده زي البيتشات والكلام ده، قصدي الشيتس والحاجات دي والترينرز بتاعت الحاجات الالعاب التروجن والحاجات دي اللي هي زي هاكر او باتش كده بتكتبه خلي اللعبة مثلا مفتوحة معاك على طول، ما تموتش بسرعة، معاك فلوس كتير، الحاجات دي. هو قال لي لا تعالى اقول لك. فرحت قعدت جنبه، فقال لي لا تعالى قرب. فقرب قعدت جنبه، لقيت ايه مكتوب في الموقع؟ للقتل السريع كام يورو، 800 يورو او حاجة زي كده، ان انا اعمي مش عارف كام يورو، قتل اللي هو العنيف اقتلك بتعذيب مثلا بكذا، جرح كده حلو في الوش بكام يورو، كل حاجه متسجله يعني. فانا بقيت مستغرب، فبقول له مش واصله لي المعلومه وفهمني. فبيقول لي دي حاجه اسمها الدارك ويب. قلت له ايوه يعني ايه؟ قال لي يعني الانترنت عموما بيتكون من الانترنت العادي وحاجه اسمها الديب ويب، وفي حاجه بعدين بقى اسمها الدارك ويب. قال انا بقى في الدارك ويب ده. قلت له يعني تمام، يعني الكلام ده حقيقي ولا ايه؟ مش فاهم. قال لي حقيقي، لو طلبت منه حاجه هينفذها. هو كل اللي بيطلبه مني صوره للشخص وحاجات بيانات بسيطه كده يعرف
بس طريقه منين. لما هو يروح يقتله بيصوره على حسب بقى طريقه القتل بقى والحاجات دي الكلام ده، بيصوره بعد ما يقتله طبعا، يبعت لي الصوره، يبعت لي الفيديو ويأكد ان هو مات. المفروض طبعا ان انت بتدفع له الفلوس. فانا بقول له ايه اللي دخلك في حاجه زي دي؟ انا مش داخله دماغي عامه يعني، انا بكلمه ان انا بجاريه يعني، مش داخل دماغ الموضوع يا جدع. وعادي يعني انا خدت في دماغي بقى ان الهبالين كتير فانت واحد منهم. قمت مجوده يا جدع، فقلت له كلامك صح يا جدع. فقلت له طب انت عايز تقتل مين يا جدع؟ قول لي بس ومالكش دعوه، واديني انا بس الفلوس وانا هظبط لك الدنيا كلها. هزار اصحابه انتوا فاهمين طبعا. خلص الموضوع تاني يوم مع الساعه 9 10 الصبح كده، ما كانش هو في البيت. فانا قعدت على الجهاز فلقيت موقع بورنو مفتوح. انا بيني وبينك اغريت ما اكدبش عليك، انا جيت افتح الكمبيوتر لقيت موقع بورنو قدامي، كنت دايس. بس كان في حاجه غريبه اول ما فتحت الموقع يا جدع، في صور اطفال فقط، ما كانش صور بنات كبيره يعني اكبر صوره بنت موجوده حاجه ابو 6 سنين، اقصى 9 سنين، مش بنت كبيره يعني. في تاسك بار فوق كده، فلقيت مكتوب ايه في التاسك بار ده؟ ريد روم. كنت دايس عليها فلقيت رساله طالعه لي بتقول لي ايه؟ اضغط كنترول شيفت الت F5 برضه. فظهروا لي 3 اختيارات. الاختيار الاول مكتوب فيه ايه؟ انك تخش تتفرج بس. والاختيار الثاني كان مكتوب انك تخش وتطلب طلبات بسيطه. اما الاختيار الثالث ده كان مكتوب عليه ماستر، انت مباح ليك الاختيار. قمت دايس ماستر، فاللي هو اللي انت مباح ليك اي حاجه، مباح لي الاختيار طبعا. قمت دايس ماستر، لقيته كاتب لي ايه؟ ان الفلوس بتاعتك ما تسمحش. قمت ناقل على الرقم 2 قال لي برضك الفلوس بتاعتك ما تسمحش. فانا بيني وبينك يا جدع كده قلت بلاش ادوس الثالثه، مع الموضوع بفلوس وصاحبي وبتاع، بس الفضول اكلني فكنت كده شويه بيني وبين نفسي. قمت راجع تاني قمت دايس فضول بقى، فلقيت الخيار التالت ده فعلا من غير فلوس. اول ما دوست يا سيدي لقيت لك فيديو اتفتح قدامي، والفيديو ده عباره عن ايه؟ واحد وواحده نايمين على السرير، بس واحده كبيره مش زي صور الاطفال اللي انا شفتهم بره الموقع. بعد كده الواحده الكبيره دي قامت بصت كده في الشاشه شويه، بصت الكاميرا كده شويه، وقامت خارجه بره باب الاوضه وقفلت الباب وراها شويه، ولقيت لك الست دي داخله ومعاها بنت صغيره كده 6 سنين 7 سنين حاجه كده. البنت دخلت قعدت على السرير، شكلها كان خايف، شكلها كان في حد مهددها، كان مرعوب. قامت بعد كده الست قامت بصت الكاميرا تاني، بعدها قامت لفه راحت قايله للراجل اقلع مش عارف كذا، قام قلع هدوم. بعد كده رجعت الست دي بصت للكاميرا، بس فضلت بصه شويه او 3 4 دقايق، فضلت بصه للكاميرا كده زي مستنيه امر او مستنيه اي حاجه. في اللحظه دي او في الوقت ده الطبيعي اللي انا قاعد باصص كده فزهقت يعني. قمت باصص حوالين الشاشه زي كده، فلقيت فوق مكتوب ايه؟ اوامر بتتقال فوق. انا ما كنتش واخد بالي من الموضوع ده. ثواني كده يا جدع اولع سيجاره. لقيت ايه اللي مكتوب بقى؟ لقيت كل اللي كان بيحصل، هي قامت من على السرير وطلعت جابت البنت ومش عارف اقلع ومش اقلع، كل ده كان مكتوب فوق. انا مش معرفش، ما كنتش عارف ان ده كله كان مكتوب. طبعا انا لما شفت المنظر قلبي نفض شويه، لان حسيت ان كل اللي بيحصل المكتوب ده حصل. قمت مركز تاني، كان مكتوب اخرجي من الاوضه هاتي بنت صغيره. هي فعلا عملت كده. بعدها ما لقيتش امر تاني، وهي واقفه قدام الكاميرا شكلها كده مستنيه الامر التاني. الفضول ابتدى ياخدني، بس انا خايف. بيني وبين نفسي قلت انا قاعد في البيت والكمبيوتر، اخاف من ايه؟ لقيت لك واحد كاتب في الشات اللي فوق ده مرحبا بك ده 0077. ابص الاقي 0077 ده اليوزر نيم بتاعي انا، اسمي اللي انا داخل بيه الموقع. انا قمت كاتب مرحبا، اللي انا كتبته ما ظهرش. لقيته بعديها بيكتب تاني بيقول اهلا بالمصريين والعزاز. انا قمت ردد عليه كتبت له الله يخليك، على اساس ان الرساله هتوصل. لقيت لك الشاشه فصلت بقت سودا. ابص على الكمبيوتر الاقيه منور، ابص على الشاشه زي كده الشاشه سودا، لكن اللمبه اللي خلاني اخد بالي ان الشاشه ما طفتش، النور اللي تحت ده الصغير ده عارفينه اللي بيقول ان الشاشه شغاله بس ما فيش، يعني بحرك الماوس ما فيش، امسك الكيبورد اعمل اي حاجه ما فيش. قمت لامم نفسي كده يا جدع ورحت نايم على السرير ولا كان في حاجه. قلت كده ما فيش حاجه حصلت لحد ما صاحبي جه، وكل ده انا قاعد مستني الرياكشن اللي هيطلع من اللي هو هيشوفه، لان انا اصلا كنت قاعد على السرير مش عارف انام، لان هو دخل حسيت كده ان هو حاسس او مش حاسس معرفش، بس انا كنت قاعد مش على بعض يعني. قام صاحبي لما بص لي زي كده بيقول لي في ايه؟ حاسك مخطوف كده في حاجه. والله ما في حاجه بس مقرف كده ومش عارف انام. قال لي ماشي، وقام سابني وراح داخل الاوضه اللي فيها الكمبيوتر. انا كل ده بقى مستني رده الفعل بتاعتي تبقى عامله ازاي. لقيته فجاه بوم خبطه ورزعه بوم، انا مش فاهم حاجه. قمت جاري على الاوضه ابص فيه ايه، لقيته عمال بيشيل الفيش ويشيل السلوك ويشيل كل حاجه، وانا في وسط الدربكه دي فبقول له في ايه مالك؟ قال لي انت قاعد على الجهاز. انا رديت عليه مره واحده قلت له لا. قال لي لا، هو في حد قاعد على الجهاز ده دلوقتي فيه اختراق وفي ايه، ده مش هيطلع واحنا هنروح في داهيه، لا مش هينفع، لازم نغير مكاننا. ولقيته
متحرك كده متكهرب كده ومشدود قوي كده، وشفت انت الرد بتاع لا ده انا كنت بقى خلاص مصر على كلمه لا، اللي هو انا ما عملتش حاجه، اللي هو ايه اديته على قفاه ما خدتش بالي. انا طبعا قلت له ان انا ما قعدتش ومش عايز ارجع اقول له ان انا قعدت على الجهاز، فانا لقيته عمال بيلم وبيقفل وبيلم الاجهزه وبيلم الحاجه بتاعته. فانا قمت متراجع كده عن قراري كده، فبقول له بص انا هقول لك على حاجه. قال لي ايوه قول اللي حصل ايه. قول اللي حصل عشان نعرف نتصرف بسرعه. قلت له كل اللي حصل ان انا قعدت على الجهاز و1 2 3 اللي انا حكيت لكم بالظبط. لقيته قام هدي كده وقام مرجع ظهره كده على الكرسي كده وهدي، قام مرجع السلوك ومرجع كل حاجه وقال لي الحمد لله. فبقول له انا مش فاهم حاجه، فبقول له في ايه؟ قال لي الحمد لله جت دي نيه وكده مفيش حاجه. انا قلت له لا انا مش فاهم. قام صاحبي بيشرح لي الموضوع، قال لي الموقع اللي انت دخلته مواقع تعذيب لايف وبيكون فيها اغتصاب. بقول له لا والله. قال لي اه والله. قلت له ازاي؟ قال لي زي الناس. قلت له لا فهمني، يعني اللي بيحصل ده تمثيل ولا جد الجد؟ قال لي لا جد الجد. انا بقول له هم جابوها ازاي ولا جابوا الاطفال ازاي؟ قال لي شفت الخطف اللي بيحصل في العالم كله بيودوهم الموقع. اهلا وسهلا. عملت تقرير عن الموضوع ده هقوله لكم في اخر الفيديو مع الموضوع الاولاني. قمت بقول له صاحبي بقول لك بصراحه كده عايز اخش الموقع ده تاني. قال لي ليه؟ قلت له الفضول واكلني، يعني عايز اشوف الموضوع ده بجد. قام بيقول لي يا ابني بطل قرف، ايه اللي انت بتقوله ده؟ بيقول لي بلاش الكلام ده، الكلام ده هيودينا في داهيه. معلش عشان خاطر انا عايز ادخل اشوف الموضوع ده عامل ازاي. لما صاحبي لقاني مصر قال لي خلاص ماشي حاضر هدخلك ماستر كده، دي الثالثه اللي تقدر تامر فيها. قلت له لا يا عم لا امر ولا ما امرش ولا اي حاجه من الحاجات دي، انا عايز اخش اتفرج بس، سيب الامر لله. قال لي يا عم ما تقلقش، عملات التداول دي شغلتي ومش شغلتي الموضوع سهل بالنسبه له. قال لي خلاص مش هدخلك ماستر، فهدخلك الاختيار الثاني ان انت تقدر تطلب طلبات بسيطه كده. قلت له حلو ده انا موافق. المهم دخلنا عشان نشوف الموضوع ده اخره فين. قال لي اكتب عادي بس اكتب حاجات بسيطه، ولو جالك عليها خط احمر اعرف ان الطلب ده مرفوض. قلت له تمام. اول ما دخلنا على الموقع تاني ودخلنا على مش عارف اللي انا اول ما فتح الفيديو اوضه فاضيه ما فيهاش اي حاجه، ده ابيض في ابيض كده، واحد واقف في نص الاوضه وباصص للكاميرا. انا قلت لما اجود بقى فهبلت، انت عارف ابو حميله بيهبل، فقام طلع لي خط احمر. فبعديها قلت اطلب طلب اهبل كده، فبقول له كده باستهزاء يعني اقلع هدومك. لقيت الراجل قام قلع هدومي بهزار. انا كل ده بهزر يعني فاهمين طبعا، بس انا في نفس الوقت عارف انه جد، وفي نفس لحظه خوف دي انا عايز اجرب. فقمت بقول له بعد كده اضرب نفسك، فلقيته مد لقيت اللعبه عجبتني. لقيت صاحبي بيقول لي يا ابني هي مش طلبات وخلاص، لقيته بيقول لي ان هم كده هيحظروه، اطلب لما يكون في حاجه المفروض تطلب. بعد كده لقيت الماستر ظهر وبيقول له هات عصايه وحطها في لقيت الراجل اوتوماتيك جاب العصايه وحطها في قلت دخلها ويطلعها وينزل. قعدت افكر شويه، قلت البنت مش هتيجي ولا ايه؟ انا عايز افهم بقى رايحين فين تاني؟ هيجيبوا بنت صغيره فعلا زي المره اللي فاتت ولا لا؟ باعوا رغباتهم. فانا هختصر لك عشان الموضوع كبير، وعبال ما جه هي اتاخرت شويه وعذبوا الواد كتير. قعدنا يمكن 4 ساعات عبال ما البنت ظهرت بعد تعذيب وبهدله للواد. بعد كده البنت جت برضه بنت صغيره في السن ما تعديش ال9 سنين او ال7 سنين. بدا بقى موقف رخم كده وموقف بشع، موقف زي الزفت حصل. اترديت فقلت له بس قفل كده على الموضوع ده. فلقيت صاحبي بيقول لي لا مش هقفل الموضوع ده. قلت له يا سيدي براحتك انا هقوم. لقيته بيقول لي انا هقوم معاك بس اعمل شاي بقى. وانا مش عارف اسميها ايه. داخل كده على الشات بتاعهم كاتب استغفر الله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وانا هبلغ عنه. بس كده اول ما كتبوا الكلمتين ب3 ثواني لقيت شاشه كده غريبه تحس ان هي خارجه هيخرج للبني ادم اللي جوه. فلقيت مكتوب في الشاشه دي ايه؟ سيتم التفاوض معاك. كنت جاري على زميلي بقى قلت له بقول لك ايه، طلعت لي شاشه بتقول لي سيتم التفاوض معاك ومش عارف ايه. قال لي يا عم سيبك من الكلام ده فاضي. قام جاي معايا كده بص زي كده قال لي يخرب بيتك ده انت وديتنا في داهيه وانت عملت مش عارف ايه، ده انت وقعد يسب لي انا مش فاهم اي حاجه. فجاه بمسك موبايلي لقيت جاي لي رساله، افتح الرساله الاقي صورتي انا وصاحبي واحنا قاعدين قدام الجهاز. انا اتنفضت هنا. نفس اللحظه صاحبي بيقول لي احنا لازم نتحرك، ما ينفعش نقعد هنا اكتر من ساعه. انا سحبت نفسي كده بصنعه لطافه بصراحه، قلت له انا بره عن الموضوع ده وانت مش عارف ايه وتيك تيك 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 واللي عندي انت هتوديني في داهيه ولا ايه؟ يلا السلام عليكم. قمت واخد بعضي وماشي. قمت نازل على الشارع اجي اتصل بموبايلي مش عايز يتصل. ابص الاقي المكالمه شغاله لكن الو فيش الو خالص. اقفل واعمل اشيل بطاريه احط بطاريه الو فيش حاجه برضه. الشاشه موجوده بس مفيش حاجه. مفيش. بعد شويه كده ببص على الشاشه لقيت لك رساله جايه لي بتقول لي سيتم التفاوض معك. نفس الرساله اللي جات لي على الكمبيوتر جات لي المره دي على الموبايل، بس هنا مزودين لا تحاول اجراء اي اتصال. انا هنا ما بقتش عارف اعمل ايه. قمت راجع تاني للواد. قمت بقول له بقول لك ايه، بص
ببص كده على التليفون باعتين لي رساله سيتم التفاوض معاك ومش عارف ايه. انا اعمل ايه دلوقتي؟ انت اديني حل، انا اعمل ايه؟ فقام صاحبي بيقول لي يا نهار ازرق، ده انت ليلتك سودا وليلتنا احنا الاثنين سودا وهنموت وخلاص، وقفل الدنيا حسيتها ضلمه في ضلمه كده قدام عيني. فقمت قلت له بقى هنعمل ايه؟ قال لي بس كده تعالى هنجيب عربيه وهنلم كده العده وناخد الحاجه ونطلع كده على البيت التاني يعني. بس اللي انا اعرفه عن صاحبي ده انه ما عندوش بيت تاني، او تقريبا عند اهله في سوهاج. قلت له ماشي، قلت له انا معاك في اي حاجه. قمنا رحنا جبنا عربيه واخدنا الحاجه وتوكلنا على الله، لا بنطبق ولا بنكيس ولا اي، كنا بنهربد كل حاجه في العربيه. وكنا كده كده اصلا شباب، فكانت الحاجه في البيت مش كتيره قوي، كانت خفيفه كده، حاجات شباب يعني. قال لي طيب استناني هنا هاخد العربيه هطلع على الناصيه عند واحد مسيد مش عارف هجيب من عنده ايه، هجيب ايه من عنده من البيت وهرجع لك. هو مشي من هنا وانا على اقتناع تام ان هو طلع على سوهاج ونفض لي. فهو البس انت يابا انا ماليش فيه. كنت رايح لمين؟ رايح لواحد صاحبي قال لي ان هو قال لي هو قام واخدني واتصل بواحد قال لي انت كده تمام بس في رواسب. وطبعا قال لي بلاش تخش الموقع دي تاني وبلاش تعمل الكلام ده تاني. سمعت كلامه وقلت له حاضر حاضر وخلص الموضوع. عدى يومين ثلاثه كان الموضوع هدي شويه. كنت شغال انا كده في مطعم، كنت واقف كاشير فيه، والمطعم ده اصلا مشهور يعني عندنا، كان مطعم اسباني مأكولات مكرونات وحاجات من دي. انا كنت واقف هناك كاشير. المهم وسط المطعم ان انت تخش كده تلف كده عدى هتلاقي المطعم في وشك، وهتلاقي ان انا على جنب كده قاعد مستنيك تخلص يعني. بالمختصر انت هتخش انا شايفك من بره من وانت جاي لحد ما تخش تاكل وتطلع، انا شايفك برضه الازاز كله او اللي جنبه كله ازاز، فانا شايف اللي في الشارع كله. في مره كده وانا في الشغل وانا واقف على الكاشير جت لي رساله كده على التليفون، افتح الرساله دي الاقي صورتي وانا واقف على الكاشير بنفس اللبس اللي انا لابسه، بس انا كل يوم بلبس نفس اللبس. بس جيت اتحقق من الصوره لقيت ايه؟ لقيت الناس اللي قاعده دلوقتي ورايا هم الناس اللي جايين في الصوره. اتنفضت من مكاني وببص كده حواليا، ابص يمين شمال، ابص كده مفيش، ابص كده مفيش، اعمل ايه؟ كنت داخل كده على مديرتي، كان مديرتي اسمها سوزي، قلت لها مدام سوزي انا حصل معايا 1 2 3. في صوره جات لي وانا قاعد على الكاشير والناس اللي قاعدين ورايا هم نفس اللي قاعدين دلوقتي. طبعا انا ما قلتلهاش حوار الهاكر والكلام ده، كل اللي قلت لها رساله جات لي ومعمول كده وشوف الصوره وبصي والناس اهي قاعده، وده اللي انا قلته يعني. اما المديره قالت لي انت ليك اصحابك واكيد واحد صورك وبعتها لك، واحد بيهزر معاك ولا بيرخم عليك وبعتها لك. فانا طبعا من الدربكه اللي انا فيها قلت لها ماشي ماشي، فممكن دلوقتي اخد اجازه وامشي وعايز اروح وكده. قالت لي خلاص ماشي. فاخدت بعضي ومشيت. وانا ماشي من المطعم وانا ماشي كده قبل ما اطلع الشارع الرئيسي كده، في شوارع داخليه كده بعدي منها اختصار كده طلعنا على الشارع الرئيسي. وانا ماشي انا متاكد ان في حد ماشي ورايا، انا متاكد. الاحساس قاعد يزيد جوايا. كنت باصص كده بطرف عيني كده لقيت لك فعلا في حد ماشي ورايا. من هنا يا جدع قلت بقى اتوهه شويه. كنت ماشي كده يمين في شمال في فوق في تحت يمين مش عارف ايه، لما لقيت الشارع فاضي قمت واقف له بقى. قلت له انت عايز ايه؟ وانا عمال اقرب عليه زي كده وهو لف ظهره بيمد بيمشي بعيد عني. فبقول له خد بس اقول لك، خد تعالى يا عم انا عايز افهم في ايه. مع اول تقاطع يا جدع قام داخل كده، معرفش الراجل ده اول ما دخلت انا وراه زي كده ببص لقيته اختفى. مع ان الشارع كبير ما تفهمش الراجل ده سحر بقى ولا ما تفهمش في ايه، بس الراجل ده اختفى فعلا. فجاه لقيت رساله جايه على الموبايل، لقيت مكتوب ايه في الرساله؟ اقعد على الكمبيوتر زي ما كنت. من هنا يا جدع قلبي اتنفض تاني. قمت متصل بالواد، اول مره ما ردش عليا، قمت متصل عليه كذا مره لحد ما رد عليا. روح حصل 1 2 3. اعمل ايه؟ قال لي شوف اي لابتوب مش بتاعك او اي سايبر اقعد عليه وافتح الموقع وانا هقول لك تعمل. اهم شيء ما تقعدش في مكان يكون بتاعك. مفيش. قفلت معاه من هنا يا جدع. قمت متصل بواحد صاحبي قلت له هات لي اللابتوب بتاعك تعالى. خدت منه اللابتوب ورحت قاعد على الكافتيريا فاتح اللابتوب بدات اكتب ايه الموقع. اول ما قعدت على الكافتيريا وفتحت اللابتوب قمت متصل بيه قلت له اعمل ايه؟ قال لي هتفتح براوزر اسمه تور. سرشت عليه وجبته، دوس كذا اعمل كذا، بعد كده خش على الاي بي دوس كذا اعمل كذا. المهم فضلت ماشي وراه لقيت نفسي دخلت على ايه الموقع. اول ما دخلت على الموقع لقيت لك رساله جايه لي على الموبايل، اهلا وسهلا بيك تاني احنا بنرحب بيك. تحسهم كده بيهدوا الامور يعني مفيش حاجه يعني. فجاه لقيت والدتي بتكلمني على التليفون بتقول لي ايه القرف والخرا اللي انت بعته ده؟ طبعا انا مش فاهم اي حاجه. لقيت كل الناس اللي حواليا كلها بيبعتوا لي نفس الكلام وعليا نفس التهزيق. فشويه كده فهمت، وبعد الكام تليفون اللي جالي عرفت ان كلهم جالهم رساله ان هم اول ما يدوسوا على الموقع ده يفتح لهم اللايف اللي انا كنت بتفرج عليه بتاع الطفله الصغيره، بس طبعا ما بيفتحش الموقع. من هنا كلهم شافوا القرف اللي انا كنت بتفرج عليه اللي انتوا عارفينه. قمت قافل اللابتوب وقمت طيران على البيت. طبعا شرحت لهم في البيت الموقف ان انا حصل معايا 1 2 3 وقعدت احكي لهم كل حاجه بالتفصيل لان انا ما كنتش حكي لهم من البدايه ايه اللي حصل معايا. فطبعا اتاسفت وقلت لهم انا اسف على اللي حصل. طبعا قعدت بقى في البيت ان انا مش عايز انزل وخايف انزل. بعد ال5 ايام بقى والكام يوم اللي عدوا دول سمعت كده على باب الشقه كده شويه خروشه كده.
فجاه لقيت هبد كده ديب ديب ديب، انا اتنفضت، فضلت واقف مكاني متسمر. بعدها سمعت صوت حد بيخربش كده على الباب. كنت راجع متصل بصاحبي كده اللي في المخابرات، قلت له بيحصل عندي 1 2 3. قال لي انا لحظه واكون قدام. صاحبي جه بعد ساعه على ما اعتقد كده او نص ساعه، كان وقت يعتبر قصير بالنسبه للمسافه اللي هو جاي منها. بيقول لي ايه اللي مكتوب على الباب ده؟ بالمعنى الاصح انا شايفه. صاحبي بيقول لي لا كده الموضوع كبر، لازم له حل، تعالى معايا. واخدني، كنا رايحين على فين؟ رايحين على مدينه نصر، ومنه سأل على حد هناك شبرا الخيمه عند المؤسسه كده، عند مستشفى النيل كده الناحيه الثانيه. رحنا هناك قابلنا واحد قاعد يقول لي طب احكي لي بالظبط ايه اللي حصل معاك، كذا 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 كذا. قال لي طيب هعمل لك فورمات على الموبايل، وهات لك موبايل صغير كده ما فيهوش فيه نت خالص، موبايل نوكيا اللي هو العادي اللي بتاع زمان ده، وجيب بيه الفتره دي. قلت له خلاص ماشي، انا كان نفسي ان انا اعرف انام حتى. طبعا قلت له انا موافق جدا وهعمل الحاجه دي. بقيت لك بعدها الموضوع هادي، قعدت اكتر من شهر الموضوع هادي ومفيش اي مشاكل. كنت انا ميت من الرعب في الشهر ده ان ممكن في اي لحظه يحصل اي حاجه. بعد الشهر ده لقيت لك واحد دخل عليا في المطعم اللي انا شغال فيه. عارف انت الشخص اللي يجي كده قدامك كده، مش قدامك، يفضل قاعد كده متنح لك، يقعد باصص لك زي كده، ولما تيجي تبص له يقوم باصص اي ناحيه كده جنبه كده حواليه كده. وفجاه كده مثلا وانت قاعد سرحان كده، انت شايفه كده بطرف عينك، شايف انه باصص عليك، لما تيجي تبص له كده يقوم باصص في اي حته. قمت بصيت له كده جامد، فبقول له في حاجه؟ لقيته بيقول لي انت لوحدك هنا؟ قلت له لا طبعا انا المدير جوه والناس اللي شغاله جوه وكلهم موجودين جوه، يعني انا مش لوحدي وفي كاميرات شايفانا. اللي هو انت عايز ايه يعني؟ لقيت الراجل قام سايبني وماشي. بعدها بحركه ساعه كده لقيته راجع تاني، فضل باصص لي. المشكله بصيته غريبه كده، اللي هو في حاجه غلط، ما جابتش غير الموضوع ده. لقيته بيقول لي هو انتوا عندكم قهوه؟ قلت له لا حضرتك احنا مطعم. قال لي انت لوحدك هنا؟ قلت له لا المدير بيشوفنا. انت عايز ايه بالظبط؟ انت ايه؟ بعلي صوتي كده جامد. لقيته رامي الكوبايه اللي كانت في ايديه، كوبايه كانت كوبايه ميه تقريبا، مرميها كده على الارض وقام ماشي. اللحظه دي لقيت المديره جايه عليا، ان هي اصلا قاعده جوه في الكاميرات فشايفه كل اللي بيحصل بره. يعني هو حست ان انا هجومي قوي على الراجل، فقامت طالعه بسرعه، فقامت خارجه من مكتبها وجايه لي، فبتقول لي في ايه؟ قلت لها ما لقيتش حد قدامي. قمت اعمل كده ما لقيتش حد قدامي. هي نفسها بتبص لي كده وبتقول لي طب ما فين الراجل اللي انت بتتكلم عليه ده؟ ايه اللي حصل؟ فما اعرفش. هو جه بيقول لي 1 2 3 وانا رديت عليه 1 2 3. قامت هي طبعا قالت لي خد دلوقتي اجازه ولما نعوزك هنرن عليك. انا حسيت ايه؟ ان هي حست ان انا بتاع مشاكل، فبتقول لي روح كده بطريقه شياكه يعني. روحت البيت لقيت والدتي بتقول لي ان في حد جه وساب لك الجواب ده. بمسك الجواب في ايدي زي كده بفتحه، لقيت فيه ايه؟ لقيت زي نظام حلو وحسن سلوك وسلوك واحنا كفرنا عنه، انت طلعت تمام يعني، انه مفيش خطر منك، واحنا شلنا النظر من عنك. توته توته فرغت الحدوته. بس نصيحه اخويه، انا اديني قلت لك قصتي، احاول ان انت ما تقربش من المواقع دي، استاذنك واستاذنك برضه. بس انا حبيت اشارككم القصه. دلوقتي بقى اديكم تقرير سريع عن الموضوع بحيث ان انت يكون عندك رؤيه كامله من الموضوع. شوف بقى يا جدع، ما تنساش تعمل لايك، اشتراك. الانترنت اللي احنا عايشين عليه ده متقسم ل3 مراحل، اللي هو المواقع اللي احنا عارفينها او الجزء اللي احنا عارفينه اللي ما يجيش 5%، والدارك ويب والديب ويب. والدارك ويب والديب ويب والدارك ويب دول شاملين ال 95% التانيين. يعني احنا كلنا كده عايشين على ال 5% اللي في الاول اللي على الوش. الجزء الثاني اللي هو الجزء العميق اللي هو الديب ويب، اللي فيه الكتب والمستندات الطبيه والمستندات العسكريه، مستندات امنيه، حاجات كده يعني. ليه معمول الديب ويب ده؟ الديب ويب ده معمول عشان سلم واستلم من غير ما حد يعرف، من غير ما حد ياخد باله، من غير وسيط في النص اساسا. هي مستند اتبعت لحد معين وده معاه كود الشخص ده، فبيبعت له على طول موجه ليه على طول مباشر من غير اي وسيط في النص. اما الجزء الثالث بقى فهو الدارك ويب، ده اللي فيه البلاوي كلها، تجاره السلاح، تجاره الاعضاء، اغتصاب اطفال، اغتصاب مش عارف ايه، كل ما تتخيله. مرضى نفسيين عموما هم اللي عايشين هنا، اي حاجه تتخيلها ممنوعه موجوده هناك. تخش بقى على المواقع دي ازاي؟ ببراوزر اسمه تورو. اللي عمل البراوزر ده اللي كانت البحريه الامريكيه. عملته امتى؟ عملته في سنه 2004. واللي عمله واحد اسمه بول سيلفر. وبول عمله ليه؟ عمله عشان خاطر موظفين الحكومه يعرفوا يراسلوا بعض من غير اي وسيط في النص. طبعا ده كله بيتم بسريه تامه من غير ما حد تاني يعرف ان في حد بيفتش وراه او بيدور وراه. والبوابه الاساسيه للدخول هي براوزر تور. 2014 عدد المواقع الموجوده في الدارك ويب على الانترنت عدت المليار. ده في 2014. تخيل دلوقتي، مش هتصدقني طبعا لما قلت لك ان احنا بنستهلك 5% بس من الانترنت اللي انت بتشوفه ده، اللي مليان من تواصل اجتماعي بكل اشكاله، من انترنت، من مواقع، من كله. احسب ده كله، ده 5%. احسب بقى ال 95% التانيين هيبقوا قد ايه، وشوف بنفسك الفرق قد ايه. المواقع اللي احنا بنعيش عليها دي مواقع قابله للفهرسه، او بمعنى اصح القشر اللي فوق. طبعا احنا اتكلمنا عن الديب ويب، تعالى نتكلم عن الدارك ويب. الدارك ويب ده عشان تدخله لازم تبقى انت عارف انت داخل لايه وداخل تعمل ايه، ولازم طبعا يبقى عندك صلاحيات ان انت تخشه، هدف رايح عليه. الدارك ويب ما ينفعش تخشه كده وخلاص، ممنوع منعا باتا. بس خلي بالك، لو فكرت ونويت
انك انت تدخل. اول ما تخش البوابه دي انت متراقب من جميع النواحي، واولهم الكاميرا اللي على الكمبيوتر. اي حد هتتعامل معاه هيبهدلك، ما تفكرش تتعامل مع اي حد. يعني مثلا كان في قصه بسيطه كده حصلت عن الموضوع ده. واحد كان بيبيع مخدرات في ارباح مهوله كانت بتدخل له. يوم من الايام واحد كان باعت له رساله بيقول له انا عارفك، وبعت له صوره ليه كمان، وعارف العملاء بتوعك وانا هفضحك. الراجل صاحب الموقع عمل ايه؟ دخل على موقع اسمه ذا سلاير هيلمان اللي انا حكيت لكم عنه في الاول. قام طلب قاتل مأجور اللي هو الهيت مان، قام بعت له صوره الراجل وبعت له شويه بيانات عنه. جابهم منين؟ صاحب الموقع بتاع المخدرات. في هاكرز حامينه، الحوار ده مش هزار يعني. فالهاكرز دول هم اللي جابوا له المعلومات عنه. ساعتها ما عداش 24 ساعه جاله فيديو ان الراجل الهاكر الكندي مات، وتم تاكيد الصفقه، فلوس للهيت مان او للقاتل المأجور، وصباح الفل. طلع في الاخر ان كان في مخابرات في الدارك ويب متخفيه. طبعا الموضوع وعرفوا وجابوا صاحب الموقع، وطبعا انت عارف بعد كده اللي حصل. غير كده ان في مواقع لبيع السلاح، سلاح خفيف، سلاح تقيل، سلاح نووي، حتى السلاح البيولوجي موجود جوه. قنابل وتجاره تجاره كبيره على شكل يخوف. حتى الجماعات الارهابيه تلاقيها هناك، وليها مواقع وليها تعامل هناك. حتى المافيا اذا كانت ايطاليه، اذا كانت روسيه، اذا كان الياكوزا الياباني، كلهم هناك وليهم مواقعهم وليهم تعاملاتهم، وبيتعاملوا بكل حريه. وخليك على اقتناع ان اغلب اغتيالات العالم بتحصل من هناك. كل اللي عليك انك هتخش الموقع بتاع القتله ده، وهتدي له الصوره وشويه معلومات وبالسلامه عليك. تقول له هو دوا وصباح الفل. يومين ثلاثه تلاقي الصوره الراجل اللي انت بعته مقتول بنفس المواصفات اللي انت طالبها، وتدفع الفلوس وصباح الفل. وفي برضه حاجه مهمه هناك، تجاره الاعضاء البشريه. عارف كل اطفال العالم بتروح فين؟ اذا كان مشردين، اذا كان مخطوف، اذا كان كل دول بيتباعوا اعضاء بشريه هناك. انت تعرف الكليه بكام هناك؟ $250,000. يعني انت معلم ماشي ب2 لامبورجيني كده في جسمك. طب تخيل معايا كده بقى الاعضاء يتباعوا بكام يا معلم؟ ثروه قوميه دي، ها؟ كنز. وبرضك في مواقع جنس الاطفال زي ما حكيت لكم. كان في فيديو كده في سنه 2010 ضرب من الدارك ويب. واحد شاب قاعد بيعمل ايه؟ بياكل لحمه غصب عنه. بس كده. ايه الموضوع في القصه دي؟ القصه دي وراها ان الشاب ده اتخطف هو وعيلته ماتت قدامه، واتاخدت لحمها واتطبخت واداهوله وقالوا له كله لايف. ما تفهمش بقى الناس حابه ده ولا ايه الموضوع، ولا بتتفرج عليه ليه؟ ده بيدفعوا فلوس عشان يتفرجوا على الكلام ده. سبحان الله. عايز اقول لك برضه حاجه، معلومه مهمه جدا، ان الدارك ويب ده هو كنز للهاكر. ده الكنز بالنسبه لهم. اي جهاز بيخش عليه بيبقى مفتوح بالنسبه لهم. اوعى تفكر تخش هناك. سؤالي بقى، هل فكرتك عن الانترنت لسه زي ما هي؟ واوعى تنسى حاجه مهمه جدا، الموضوع ده هيبقى صعب انه ما يحصلش، انك تعمل شير، تعمل لايك، وتعمل كومنت تقول لي فيه ايه رايك في الموضوع ده. ما تنساش الجرس. مع الجحيم يا حبيبي، مع الجحيم يا بابا. مش هتقفل يا ضياء؟ مع الجحيم يا بابا، مع الجحيم يا حبيبي. عموما يا ضياء انا مش ناسيك. الفيديو ده كنت هحط فيه حاجتك، بس الفيديو الجاي انا عامل رياكت، بس ده كان قصه رعب كده. مع الجحيم يا حبيبي.